اهلا بيكم في قسم الادمان في كيور كلينيك. لاحظنا في الفتره الاخيره اعداد كبيره جدا من مرضى الادمان اللي بيترددوا على العيادات الخارجيه، اللي بيطلبوا طبعا التعافي، بس بشروطهم هم مش عايزين يتحجزوا في اماكن ولا مستشفيات علاجيه. طبعا خلينا متفقين ان اساس عمليه العلاج من مرض الادمان في العموم بيتم تقييمها من خلال جلسات متعمقه واختبارات نفسيه بنحدد من خلالها مدى حاجه مريض الادمان ان هو يتحجز في مكان علاجي او في مستشفى من عدمها. فاحنا بنحاول ان احنا برضو يعني نساعد الفئه اللي هي رافضه فكره ان هي تتحجز في اماكن علاجيه او في مستشفيات من خلال العيادات الخارجيه بكل حريه طبعا، بس هم يفضلوا ملتزمين بالعلاجيات. بنحاول نقدم طبعا ليهم برامج علاجيه وارشاديه متكامله، بيتم من خلالها طبعا ان احنا بنحاول ان احنا نوصل مع مريض الادمان لقرار حقيقي في التعافي، مش مزيف، مش مبني على تهديدات ولا عوايز هو عايزها عشان خاطر ان هو يبطل مخدرات. زائد ان احنا برضو بنساعده ان هو يعني يكتشف اضطراب شخصيته، وفي نفس الوقت يتعرف على ابعاد الشخصيه الخاصه بيه واللي بتغذيه له مرض الادمان من خلال اختبارات نفسيه بالتعاون مع باقي الفريق العلاجي في العيادات الخارجيه. طبعا البرامج الارشاديه والعلاجيه المتكامله دي بنحاول من خلالها ان احنا نوصل لنتيجه ايجابيه في التعافي، بنبني فيها معتقدات ايجابيه، بنكسر فيها المعتقدات الادمانيه الزايفه الغلط اللي فضل متبنيها مريض الادمان طول فتره ادمانه النشط. من ناحية تانية بنحاول ان احنا يعني نتعرف معاه على مسببات ادمانه وايه المقاومات اللي بتهدد التعافي بتاعه، حتى ان هو ياخد قرار تعافي. باختصار بنحاول ان احنا يعني نوصل لخطة علاجية ارشادية كاملة متكاملة تعمل لنا عملية ضمان شوية لاستمرار عملية التعافي.